شهيد ريبيري تاكوشينامية ونظمت إمكاناتها وفق فكر وإيديولوجية القائد أبو. وأمثلة التي نذكرها اليوم مثل الشهيدة سارة ورفاقها اللواتي تم اغتيالهم على اليد الفاشية التركية. فالدولة التركية تسعى جاهدة إلى تصفية حركة حرية كردستان من خلال فرض العزلة على القائد أبو، وكذلك استهدف القياديين في الحركة ولكتم صوت الحرية والديمقراطية في باكور كردستان. لكن هيهات فكر القائد رسخ في نفوسنا، وقوافل الشهداء هم قواتنا وقدوتنا المعنويين. ونعاهد الشهيدات الثلاثة ساكنة جانسيس، فيديان دوغان، ليلى شالميز بالسير على دروبهم حتى تحقيق الحرية لكامل شعبنا، وكذلك تحقيق الحرية للقائد أبو. الرحمة التي عرفت بها سارة هي محاولة قتل المدعو أسعد أوكتاي رئيس السجن والمشرف على تعذيب المعتقلين السياسيين، غير أنه لم تتمكن. مسكوه الأول ما اعترف، ضل سنتين ثلاثة هو كان يعترف يعني شنو جاب شنو عمل. الدولة ثلاثة رفيقات كانوا كادروا، كان أول هن يدموا رفيقات الثانيين، يعني هلا ما وصلوا صورة تبعهم. الرفيقة أفين بيناتهم اسمها بالبيت أمينة. نضالها مع القائد الكردي عبد الله أوجلان في ريعان شبابها تسقط في 9 من شهر كانون الثاني في ساحة النضال لتوقظ الملايين وتنبه بأن الطريق للحرية ما زال طويلا، ليهز كل من به ضمير. في باريس عاصمة الحب والجمال قتلت واحدة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني ساكينة جانسيس مع 2 من رفيقاتها المواطنات، فيدان دوغان عضوة المؤتمر الوطني الكردستاني وعضوة حركة المرأة الكردية، ليلى شيلماس عضوة حركة الشباب